ضيفنا لليوم في ضيف الأحد في برنامج عندك ما تختار سي نجيب السنوسي المدير العام للإسكان. صباح الفل، صباح النور. صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي ذاتكم الخير. نحب نوجه لك تحيه سي نجيب، كما نعرف نهار حد موجود ومتحب تتفاعل خاطر يهم برشا الموضوع هذا ويهم برشا الساده المستمعين. شكرا جزيلا. سي نجيب، قبل ما نبداو وناخذوا اخر المستجدات واخر الاخبار خاصه على مستوى التشجيعات التحفيزات بالنسبه اللي تقدمها الحكومه الوزاره، شنو فما جديد كل ما يهم المواطن خاصه لتوفير المسكن الاول ومشروع المسكن الاول. هل فما شي حاجات تنجم تشجع الناس على مستوى دعمهم في القروض مع البنوك، في علاقتهم مع البنوك؟ كنت تعرف الاشكاليات الكبيره اللي يعيش على واقع المواطن التونسي. زميلنا قاسم اللبان كان حاضر وتقابل مع السيده الوزيره وخذا معها تصريح، خلينا نسمعوه ونرجع لك بالنسبه على مستوى التعليق سي نجيبه. احنا السيكتور ذي قاعدين نقوموا باجتماعات معناتها بصفه متواصله مع اصحاب المهنه، وقاعدين معناتها ندرسوا فما دراسه كامله حتى اصحاب المهنه هما قاموا بها، وقاعدين نشوفوا معناتها في الفرضيات الكل وندرسوا في الموضوع، وان شاء الله معناتها احنا السيكتور نحبوه يتحرك. راهو السيكتور هذايا نتاع الباتيمون ترافو بيبليك راهو نحبوه معناتها نحبوا معناتها الناس الكل تكون بخير. مر بصعوبات خاصه بعد جائحه كوفيد وبعد الحرب الاوكرانيه الروسيه، وان شاء الله معناتها توا انا اللي لاحظته في المعرض هذايا راهو موش معناتها الصعوبات مش معناتها الباعثين العقاريين نشوفوا قاعده يتباعوا معناتها الديار قاعده تتباع قاعده حتى سوغ مادام غاليين برشا لكن فما لي بروجرام الكل، فما البروجرام تاع فوبولوس، فما بروجرام المسكن الاول، كل حد معناتها عندنا معناتها برامج بالنسبه لكل الفئات. راهو بالنسبه للسكن لكل الفئات يعني اللي كل حد قد الامكانيات نتاعو. ثم تذمر مادام برشا باعثين عقاريين نقول لك التيفيا هي اللي زادت اثرت على الكاهل نتاع المواطن 13% صار 2024 والله التيفيا راهو في العالم اجمع، راهو هذاك هو معناتها مش تونس حاجه سبيسيال، معناتها شوفوها في العالم اجمع قداش التيفيا معناتها مش هذيا هي. راهو فما غلاء نتاع المواد البناء، فما غلاء نتاع المان دوفر، فما غلاء معناتها عديد الواحد هما اللي يخليو صحيح الاسعار غلاء نتاع الاراضي معناتها بطبيعه هذيا راهو في العالم اجمع مش خاص بتونس برك. راه هذا لازمنا نفهموه في العالم اجمع قاعد معناتها الغلاء الاسعار نعرفوا الظروف اللي مر بها العالم، دونك ان شاء الله في المستقبل تصير تحسينات. ان شاء الله في المستقبل تصير تحسينات. هذا تصريح لمدام ساره الزعفراني وزيره التجهيز والاسكان. سي نجيب نرجع لك، فما بوادر امل ان شاء الله باش تتحسن الامور؟ والله بارك الله فيك. احنا بطبيعه الحال كما قال ذكرت السيده الوزيره اللي ثم هناك منها المنكبين على الموضوع هذايا بتاع السكن وعلى الاشكاليات اللي تعرض لها من غلاء الاراضي، من غلاء كلفه البناء، من قدره المواطن على معناها تمويل المساكن هذيك. وعلى سبيل الذكر هو ما تم معناها ادراجه هذه السنه في شهر فبراير 2023، وراجعنا بطبيعه الحال الامر المنظم لصندوق النهوض بالمسك لفئه الوزراء اللي يطلق عليه باسم فوبرولوس، حيث معناها تم توسيع دائره التدخل نتاعو. اضفنا له معناها فئه جديده الى حدود 6 مرات الاجر الادنى المالي المضمون، يعني ما يقارب 2970 دينار كدخل شهري خام للاجير ينجم ينتفع بالبرنامج هذايا. الصندوق هذايا الخاصيه نتاعو اللي هو تم احداثه منذ سنه 77، الخاصيه نتاعو هو عنده 4 تدخلات ينجم معناها المواطن ينتفع بهم. اولا سواء تقطين قطعه ارض صالحه للبناء ما تفوتش مساحه المقصر 250 متر مربع، وثمن المتر المربع ما يفوتش 170 حوالي دينار. معناها هذايا معناها ينجم كذلك اضافه الى اختينا قطعه ارض ينجم يعطي كذلك اضافه الى ذلك. وهذا الجديد اللي صار في التنقيح نتاع الامر، انه المواطن ينجم ياخذ قرض باش يبني المسكن نتاعو اون بلوس من القرض نتاع الاقتناء قطعه ارض هذيك. كذلك تنجم الزوجه نتاعو تدخل زاد كيف تاخذ قرض حتى هي، ولكن لبناء المسكن نتاعهم الاصلي والوحيد يعني المشترك. نعم المشترك باش يبني المشترك بطبيعه الحال. المساحه المغطاه نتاع المسكن وقت اللي تبنى ما يفوتش 120 متر مربع بطبيعه الحال، باش معناها يكون في قدره المواطن لانجاز المسكن. كذلك التدخل الثالث نتاع الفوبرولوس هذا هو توسيع مسكن. ينجم المواطن اللي عنده مسكن مثلا المساحه نتاعو
70 متر مربع ينجم يعمل توسعه للمسكن هذاك في حدود معناها الى حدود معناها مساحه ما تفوتش 120 متر مربع. وهذايا بطبيعه الحال باش ينجم يمكنوا باش يتوسع في المسكن نتاعو. بالاضافه الى هذا التدخل الرابع هو اقتناء مسكن لدى باعث عقاري مرخص له. شروط معناها هي مساحه ما تفوتش 120 متر مربع ولا 100 متر مربع بالنسبه للمسكن الفردي. ولكن الخاصيه بالنسبه للبرنامج هذا ولا الفقر هو انه نسب الفائده نتاع القروض هي معناها يتم تطبيقها حسب دخل المنتفع، معناها بين 1%، 3%، 5% او 7% حسب دخل المنتفع. مدة سداد القرض تصل إلى 25 سنة مع 2 أو 3 سنوات إمهال. هذا معناها الإجراءات اللي دخلناها بطبيعة الحال في عند مراجعة الأمر هذا. بالإضافة زاد كملحوظة أخرى نجم نضيفها أنه المواطن اللي عنده مثلا مسكن نتاع العائلة نتاعو ينجم يبني فوق المسكن نتاعو، ينجم ياخذ قرض فقر الراس. بطبيعة الحال ينجم يكون هو يستجيب لشروط الفقر الراس من ناحية الدخل، وكذلك أنه إمكانية معناها رهنية معناها الرهن باش ينجم يوظفوا عليه رهن باش ينجم ياخذ قرض هو. هذا معناها اهم الاجراءات اللي تم اتخاذها في بدايه هذه السنه. باهي ممتاز سي نجيب. باش نسالك سؤال خاطر ما نعرفش يعني واحد من الناس كي برشا ناس كيفاش نمشي للفورولوس مثلا، كيفاش شنو الاوراق مثلا المطلوبه ولا شكون الاداره اللي نمشي لها باش نعرف نجم ناخذ قرض ولا ما نجمش، خاطر 1% نسبه فائده باهي بيان سور بطبيعه الحال. هو شوف بالنسبه احنا سواء يدخل للموقع الرسمي تاع الوزاره والا يدخل خاصه الموقع الرسمي تاع الوزاره تلقى فيه مختلف تدخلات باخر الرسم. كذلك اخيرا خرجنا معناها كالبطاقات حول مجالات التدخل نتاع الفقرولوس في الفيسبوك نتاع الوزاره ويلقى فيها المعطيات الكل معناها، والا يتصل بالوزاره يلقى. وهنا قاعدين توا نخدموا على الكوميونيكاسيون فيما يتعلق بالموضوع هذا، وان شاء الله تصدر في اقرب الاجال ان شاء الله باش نبلغوها ونقربوها للمواطن باش هكاك المواطن ينجم معناها يعرف كيف اش ينجم معناها شنو هي الامكانيات اللي نجم تتاح له هو باش ينتفع بالتدخلات هذه. ممتاز. قاسم اللبان زميلنا يحب يطرح عليك بعض التساؤلات. سي نجيب صباح الخير. مرحبا، اهلا وسهلا. يعطيك الصحة ومرحبا بك وبارك الله فيك على قبول الدعوة معنا في برنامج. مرحبا بك. سي نجيب، انت ديجا وكبنا ببعضنا مدة كبيرة قطاع البعث العقاري وكنا حاضرين على أهم الصعوبات اللي يعيشها القطاع. نعرف القطاع البعث العقاري سي نجيب مش المشكلة اللي فيه مش وليدة الساعة، هي مشكلة عندها أقل حاجة تو قرابة 12 سنة و13 سنة. المشكلة كل عام قاعدة تتفاقم وكل عام قاعدة الأوضاع تزيد تصعب أكثر وأكثر. سي نجيب، وانت من موقعك نعرفوا اللي عديد المهنيين داخلوا لاعطاء بعض الحلول، والحلول اللي يمكن تنجم تكون حلول تنجم تساهم في معناتها تفريج على القطاع هذايا، لكن نلقاو ديما الدوله مازالت متعنته. فما بعض القرارات اللي هي رواها الحقيقه اللي هي معناتها هامه وهامه جدا، مازالت الدوله لا تحب تستمر في النسق هذاك. لا عندنا حاجات نتبعوها. نعرف خذيتوا برشا قرارات باهيه، لكن يشكن تعليق على سيد الوزيره. راهو التيفيا صحيح اللي تري امبورطونت في كل شيء، لكن النسق اللي طالبين به الباحثين العقاريين بتخفيض النسبه هذه بالخاصه في الوقت هذا اللي يعيشوا القطاع ظروف صعيبه وصعيبه برشا. اخويا طالبين ب 7%، بعد نوصلوها ما تسيرش فما انفراج في القطاع وكل شيء تخلط ولات 16%. راهو كانت 0% ولات ديريكت 13% سي نجيب. والله شوف، هو بالنسبه مثلا بالنسبه للمساكن التي تنجز في اطار الفقر الراس هي معفيه من التي بي ار. دونك بالنسبه لنا كدوله وكوزاره التجهيز يعني نشجعوا الباحثين العقاريين باش ينجوا السكن الاجتماعي من طريق الفقر الراس. بالنسبه للتي بي ار كمنظومه كامله هي منظومه بطبيعه الحال تتصرف فيها وزاره الماليه على اساس هي مجال الاختصاص نتاعها هي. احنا نتشاوروا معاهم نوصلوا الطلب هذا نتاع الباحثين العقاريين، ومعناها نحاولوا باش معناها نقترحوا هالمقترحات نتاع الباحثين العقاريين، ولكن يبقى اخر القرار هو القرار للوزاره المكلفه بالماليه هي اللي
حسب المعطيات الخاصه، فهمتني؟ نعرف سي نجيب، احنا نعرف سي نجيب اللي راهو راس المال اي باعث عقاري هو المواطنين. احنا كي نشوفوا حتى بالارقام اكثر من 3250 باعث عقاري يخدموا منهم كان 800 كهو. راهو بالحق حتى الباعث العقاري يفد. دونك يقول لك اني خويا حاجات قاعد تبني ما عادش نجم نوفر. بعد التكلفه الكبيره احنا تو كنا نسمعوا في الجديد نتاعكم باش كسوا في بناء الاراضي ما فماش نجيب. تعرف الاراضي كلها ما باش تلقى ارض كذا بعد باش توصل تبني الارض معناتها شيء من المستحيل الا على معناتها نحكيو عن المواطن العادي. المواطن العادي بالطبيعه فهمت معناتها لازمنا نراو بعين الرأفه للمواطن اللي يحب بالحق يقتني المنزل نتاعو وهو مشروع وحلم ياخو يكون عنده دار نهايه الامر. اي هو احنا مثلا الوزاره نتاعنا اللي هي مكلفه بالتعمير قاعده تنسق مع كافه الولايات ومع البلديات من اجل التسريع في مراجعه امثله التهيئه العمرانيه باش نفتحوا المجال اكثر لتخصيص اراضي وتوفير الاراضي. كذلك الوكاله العقاريه للسكنه اللي هي معناها تنتج العديد من العمليات قاعدين زاد كيف نتابعوا فيها باش توفر اكثر ما يمكن من الاراضي اللي يمكن استغلالها لإنجاز مشاريع سكنية من قبل سواء المواطنين أو الباحثين العقاريين. هذا كله معناها منظومة كاملة لابد لها أن تتطور ولابد لها أن معناها نلقاو ان تيران دونتونت باش ننهضوا بها ونحلوا بها الإشكاليات. يعطيك الصحة سي نجيب. جست آخر سؤال هي المسكن الأول. نعرفوا اللي تعدى برشا مراحل. المسكن الأول المسكن الأول دو المسكن الأول وين وصلت معناتها المسكن الأول؟ اسكو تمت الاستغناء عليه؟ اسكو فما تطوير المسكن الأول؟ وين وصلت؟ لا المسكن الأول هو معناه هو تم إحداثه سنة 2018. حاليا معنا ثم حوالي 2500 عائله انتفعت بمعناها الاجراء هدايا والبرنامج هدايا من خلال تمويل المسكن نتاعها عن طريق البرنامج بنسبه 20%. كما تعرفوا بالنسبه للمسكن الاول هو يمكن العائلات هذيك من توفير التمويل الذاتي في حدود 20% بنسبه فائده 2%، 5 سنوات مهال ويسدد على بقيه القرض. ولكن الاشكال اللي صار هو انه ارتفاع معناها نسبه الفائده، نسبه السوق النقديه من سنه 2017 الى حاليا الى حوالي 8%، من 4.5 الى 8%، هي اللي ربما صعبت شويه تنفيذ هذا البرنامج. واحنا قاعدين بطبيعه الحال ندرسوا في الموضوع هذا وان شاء الله نلقاو ربما حلول تنجم تساعد العائله التونسيه للنفاذ للمسكن بالنسبه للعائلات متوسطه الدخل. فماش تدخلات نجيب مع البنوك باش تنقص من نسبه الفائده هذه اللي والله قاعدين ندرسوا فيها معناها ما تعرف الموضوع هذايا نتاع تحديد نسبه الفائده ولا نسبه السوق النقديه لا يرجع بالنظر الى وزاره التجهيز، ولكن هو من معناها الجهاز المكلف به البنك المركزي التونسي ووزاره الماليه، ونحن بطبيعه الحال معناها بعلاقه بالقطاع هذايا قاعدين نشوفوا معاهم شنو الحلول التي يمكن ادراجها باش معناها نخفضوا شويه من الحد نتاع كلفه التمويل. هذا ما نتمناه. سي نجيب قبل ما نودعك ونختموا هذا اللقاء، خاطر برشا ناس تحب تتفاعل وتحب تفهم، خاصة بالنسبة للمسكن الأول. أنت مشكور جدا فسرت لنا راهو فما تنجم تاخذ تمويل وفما 5 سنوات فيها مهلة وكل شيء. أما تقعد الإشكالية مع البنوك. ديما يقول لك الدولة اليوم مؤسسات كما سنيد كما سبروز اللي الأراضي ما هيش موجودة، الديار غالين برشا وفما تدخلات وفما شفافية على مستوى توزيع المنازل الاجتماعية والمساكن الاجتماعية. هذوما من الإشكاليات اللي ما نتمناو إنه تكون فيهم شفافية. مثلا كما شفنا مؤخرا في ولاية قفصة منح 125 مسكن اجتماعي وحضرت عليه السيد الوزيرة وكانت الأمور واضحة. وقتاش النجم تكون هذه الكل بأمور فيها برشا شفافية بالنسبة للمواطنين؟ تعرف فما أزمة ثقة. هو راهو بالنسبه لك البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي هذاك راهو معناها يتم هو اتساع القائمات العباد اللي سجلت الطلب نتاعها سنه 2012 وسنه 2016 حلوهم فتره نتاع شهر ولا شهرين فات السنتين هذوكم. الناس اللي تقدمت المطالب نتاعها يتم دراستها في اطار لجان جهويه مشاركة فيها كافة المتدخلين من صناديق اجتماعية، من بنك، من وزارة المالية القبضات، من وزارة الشؤون الاجتماعية.
دونك كل الملفات كلها تدرس ويتم التثبت فيها ويتم المساق عليها من قبل اللجان الجهويه. دونك معناها الشفافيه المطلقه، ويتم فيما بعد تعليق هذه القائمات، معناها باش اي مواطن عنده اي اعتراض ولا عنده اي معناها كذا ينجم يسجل الاعتراض نتاعو وتخرج له اللجان وتثبت وكل شيء. دونك معناها في بالي بالنسبه للسكن الاجتماعي هذيك البرنامج الخصوصي فيه معناها نسبة كبيرة برشا من الشفافية ويمكن الاطلاع عليها، معناها خاطر ايتون دوني هي القائمات كلها تخرج معناها تتعلق قبل ما يتم المصادقة عليها. واضح. يعطيك الصحة سي نجيب سنوسي، شكرا جزيلا حول كل هذه المعطيات. موفق ان شاء الله سيدي، وان شاء الله كما قلنا المهم احنا ايصال المعلومة للمواطن. يعطيك الصحة، ان شاء الله نهارك زين. شكرا. شكرا. نرجع لك قاسم، كنا نسمعوا في سي نجيب يقول لك فما البرامج، فما الخدمة، نحاولوا نشجعوا، نحاولوا نحفزوا، ولكن تبقى الإشكاليات ديما على أرض الواقع. باش تمشي تسأل، والحقيقة كما قال سي نجيب الموقع الرسمي للوزارة راه محين وفي كل المعطيات، وتحبوا تدخلوا للموقع تلقاو جميع الإعلانات، البلاغات، كل شيء موجود، كل شيء، وانت نجم تتوجه لأما مكتب شنو الأوراق المطلوبة بالنسبة للناس اللي تتبع في الإعلامية، وتنجم تدخل المواقع. فما الناس الله غالب تمشي للإدارة وتحاول تمشي الغادي وتلقى شوية تعطيلات وما تفهم الساعات كيف شنو الأوراق المطلوبة. نحاولوا نسهلوا احنا للمواطن. اليوم اعطينا بعض المعلومات ومشكور جدا عليها، لكن قال ما زلنا في اطار المحاوله. هو كما قلت خويا الهذيلي، راهو احنا هو هذا دورنا. هي الحصه هذه هي الدور الاساسي نتاعها. معلوماتي اكثر حاجه، نحاولوا نوسطوا ونبسطوا المعلومه ونجيبوا المعلومه للمواطن باش يعرف شنو اللي موجود ريالمون. فهمت؟ نعرفوا القطاع عنده مشاكل، احنا هذا الفكره، مشاكل يعيش قطاع نحاولوا نلقاوش حلول مع الفاعلين القطاع، مع الحكومه، مع كذا. ولكن هنا نحب نقول اللي الدوله لازم تتحمل مسؤوليتها، وراهو المسؤوليه لازمها تكون اليوم مش غدوه. راهو قطاع بالاهميه هذا لازم نلقاو له حلول وحلول جذريه. راهو يزينا من الكلمات، يزينا من هنا نحاولوا، هنا نعملوا، هنا كذا، ناخذوا المسؤوليه. راهو كما قلنا ونعاودوا نقولوها، قطاع هام وهام جدا في الاقتصاد التونسي. راهو اذا كان معناتها وتنقص حتى الضغط على المواطنين. راهو المواطن لهنا اذا كان مش يكون عنده داره مش تنقص عليه برشا ضغوطات. ونعرفوا احنا غلاء المعيشه اللي قاعد يتفاقم من نهار لنهار، نعرف المشاكل اللي يعيشها المواطن في كل يوم. يا خويا خلينا نسهلوا لهم، نحاولوا نحطوا اليد في اليد. علاش مهنيين يحكيوا في حاجه والدوله شاده في حاجه، والمضر هو المواطن بالطبيعه. اخي المضر هو المواطن. احنا راهو المواطن اذا كان مش يقعد ديما الضغط عليه، كان مش يقعد ما عادش يا اخي طموحيته كل باش ياخذ دار. معناتها اللي كي نقارنوا معناتها ببلدان اخرين في ظرف 15 سنين تاخذ دار وتخلصها وتخرج. لا يشريها والكرا هذاك يمشي من حلول كما قال لك، كما البارح، كما الاحد الفارط كنا مستدعين رئيس الغرفه النقابيه وسيلاش ملياني، واقترح حلول جذريه، حلول تنجم تساهم في زعزعه معناتها الاشكاليات. يعطيك الصحه. وكما قالوا الداخلين نتاعنا والخبراء نتاعنا اللي سمعناهم في التقرير الاول بكل، الحلول موجوده. يلزم العباد الكل تحط اليد في اليد. الهدف هو المواطن، نلقاو الحلول موجوده. نعاود نقول الحلول موجوده، مي يلزم الدوله تكون فما اراده وتوجه صحيح، فما رؤيه واضحه بالضبط كيفاش باش نتجاوزوا الاشكاليات هذه. وراه نقول لك المساكن الاجتماعيه، المنزل الاول، هذوما كل راهم مشاريع كي ناخذوا الفكره من برا نقولوا محلاها الفكره، لكن كيف نجيو نتبعوا ونشوفوا البروسيدور اللي باش تعملها والمتابعه، وقداش تاخذ فينانسمون، وقداش لازمك تخلص البنك، وشوف البنك توافق لك والا لا، وقداش تخلص نسبه فايده، وقداش تخلص اقباضه، وقداش تخلص اداءات، وقداش معناتها بالحق. راهو الضغط كبير. حتى لو كان مش تشري دار وعندك طرف فلوس ما عادش تنجم تشري، ما عادش تنجم تشري. خاطر اني اليوم عندي 200 مليون باش نشري بيها طرف دار، لا ما نقولش 200 مليون كاو، يلزمك اقل حاجه 50 مليون اخرين. اللي زوتغ فري راهم كبار وكبار برشا. باهي بالنسبه للناس اللي عندهم ديار ولا عندهم محلات يحب يكريوهم ولا يبيعوهم، هذه فرصه عندنا فرصه زاد في برنامجنا انهم ينجموا يكلمونا على 73 460 800 ياخذوا يقيدوا المشاركه نتاعهم. وان شاء الله بعد شويه في ساعتنا الثانيه ناخذوا اكثر ما يمكن من التليفونات، ونكونوا باهي وسط خير هيك. هذا هدف البرنامج، وصوت المواطن انه يوصل بمختلف الاعلانات والبلاغات نتاعو. كما باش تلقاو معنا بعض الفقرات اللي من خلالها نشجعوكم باش تحسنوا من الدار في حاجات جديده، تزويق، ديكور، هذا اكثر باش تلقاوها معنا في عندك ما تختار بالنسبه لكل ما يهم الدار. نرجعوكم بعد شويه.